هاد اللحظة اللي انت فيها دابا هي نتيجة ديال قرار تدار في الجزء الأول. إلا باقي ما شفتيش رجع تفرج فيه وجي كمل معانا. القبر اللي لاحوني فيه كان مكعب ديال الظلام، ضوء النهار كيخاف يوصل لتما، فيه بياض ديال السيما هو الفراش وهو الكرسي، وفي الجنب حدا الباب مرحاض بلدي كينشر ريحة الموت، وفي السقف ثقب أخرى كطل على واحد السطح مغطي بالزنق كيشبه الحظيرة. أول حاجة بديت كنفكر فيها فاش وصلت هنا هي كيفاش دازت المحاكمة. كنا غافلين سدج لواحد الدرجة ما يتصورهاش العقل، كنا مآمنين بلي حنا أبرياء وأن هاديك المحاكمة ما هي إلا إجراء شكلي، ما كنا محتاجين لا محامي لا والو، ما كناش عارفين بلي قرروا يخرجونا من المحكمة العسكرية ويحطونا في محكمة سوارية قاضي مدني، ولكن اللي كيحركوا الخيوط ضباط كبار. أما المحامين قصة أخرى، شي وحدين جابوهم غير باش يبيضوا وجوههم، وشي وحدين قرابة، وشي وحدين جاو غير باش يبانوا قدام الكاميرا. اما موقف علال الفاسي اللي منع المحامي الحزب ديالو يدافع علينا، فداكشي كيبقى بينو وبين المحكمة التاريخ اللي غادي يحكم على كل واحد تخلى على الواجب ديالو. نهار بدات المحاكمة بان لي المحامي اللي عيناتو المحكمة غادي نخلي سميتو في البير حيت شفقت عليه صراحة. كان كيقلب غير كيفاش يتصور مع الكاميرات وجاب لي كادو سيجار، وفاش جات اللحظة ديال النطق بالحكم تلفت ورايا ما كنلقى حتى شي واحد. غبر لقيت راسي واقف بوحدي قدام القاضي اللي كان كيشوف فيا بواحد العداوة ما فهمتهاش، واش حيت ما عجبتوش هيئتي ولا حيت بينو وبين عائلتي حسابات قديمة. كان كيتهمنا باننا كنا عارفين البلاصة وعندنا التخطيط، وكلها كذوب في كذوب، لا دليل لا اعترافات لا والو. نهار المرافعات عينوا لي محامية مبتدئة بدات كيتهضر في شي كلام الجمعيات الخيرية ما عنده حتى شي علاقة بدمي اللي كيضيع بديك القاعة. في الاخر صدر الحكم 10 سنين ديال الحبس. تما فين طاح السيطرة على اي امل كان باقي عندي. الحقيقة كانت مرة بحال السم، ما كانش عندي خيار غير نشربها. بدات حياة جديدة، 10 سنين ديال الظلام قدامي، وفي ديك اللحظة بديت كنفكر شحال ما تأقلمت مع هاد السجن دغيا شحال ما غيكون خفيف عليا. وفي ديك اللحظة تحولنا رسميا لمجرد مدنيين، تهرست لينا ديك الصفة العسكرية اللي كانت كتربطنا، وطاح من كتفنا داك الثقور اللي عمرو غيرجع. بدينا كنتخلصو من ماضينا قطعة قطعة باش نلقاو راسنا في واحد الواقع جديد، واقع بلا روشة بلا امتيازات وبلا حماية، غير الزنازن والحيط والانتظار. فاش جابونا لقنيطرة باش نتحاكمو بديت كندير داكشي اللي كيديروه كاملين. بديت كنصلي قبل هاد الوقيته، كنت كنصلي صلوات الخمسة بانتظام، ومرة كنقرا شي سورة من القرآن. كنت كنعتبر راسي مسلم، ولكن عمري ما كنت متشدد في الممارسة. من شحال هادي فاش كنت باقي صغير قلبت بزاف هاد الديانات، قريت البارانية، البوذية، الفيدا، الكيتا وبزاف اخرين، ودرست حتى العهدين القديم والجديد. بحال بزاف من جيلي كانت عندنا تصورات واضحة على الإسلام بلا تعصب، ولكن فاش كيخرج الإنسان وفاش كيتخبط في الحيرة والشك، وفاش كيدقوا عليه المصايب ويجرحوا في عمق روحه،
هادشي اللي وقع ليا قبل المحاكمة. لقيت راسي كنهرب بالإيمان للخوف، إيمان ديال واحد خايف. فبديت كنصلي بواحد الحماس جنوني. كانت الصفقة واضحة بيني وبين اللي خلقني: يا ربي فكني هاد الحصلة وانا نعبدك. ما عمرني سولت راسي ديك الساعة انا شنو درت لله، شنو قدمت للمخلوقات ديالو. كنت مشغول غير بخلاص راسي، وبديت كنسول بمرارة: واش هادي هي الشخصية اللي بنيت طوال حياتي؟ واش هادي هي القيمة ديالي وديال الحياة اللي عشتها؟ كان ايمان مبني على الخوف ماشي على اليقين. حسيت براسي غريب، تايه وفاقد البصالة. ومن بعد جا واحد النهار اللي وقع فيه التحول. ما نقدرش نقول كيفاش ولا منين، حيت ما شفت لا ملاك لا نور ابيض، لا سمعت صوت كيهضر معايا. كنت غادي مع صحابي خارجين للفسحة اليومية. في ديك اللحظة وقفت ودرت عندهم وقلت لهم جملة واحدة: انا كنسلم امري لله بلا شروط. شفت في عيونهم بحيرة، كنت كتخيم عليهم ما فهموا والو. حسوا باللي بديت كنخرف ولا بديت كنحماق. وفعلا وسط ديك المقبرة ديال الأحياء مبقاش شي واحد كيستغرب من الغرابة، بالعكس السواء هو اللي ولا كيبان غير طبيعي. رجعت لزنزانتي، غسلت يدي ووجهي، توضيت وبديت كنصلي. ديك المحنة كشفت لي جوج حوايج: الله وراسي. وليت كنعطي بلا ما نطلب، بلا نفاق، بلا عطيني نعطيك. وليت كنأدي الواجب الديني ديالي كفعل تحرر ماشي كفعل خوف. ولفت راسي على هاد المكان اللي دخلت ليه بدون من البشر، خاصني نخرج منه بمشيئة اللي خلق البشر. وعاهدت نفسي وانا في وسط الظلام انني عمرني ما نربط الايمان بالمصير. قطعت السلك مع هذيك الصفقة اللي كنت دايرها مع اللي خلقني. مبقيتش كنصلي باش يفكني، مبقيتش كنطلب المقابل. قررت نعيش تجربة، نقبل بكل مجرى واللي غيجرى كجزء من النظام الكوني. هادشي هو اللي فهمت من كلمة إسلام: التسليم التام. نرجعو للحبس الصحراوي والقبر اللي كنت فيه. كنت في الزنزانة 13، أسوأ زنزانة في السجن كامل. المرحاض ديالها مسدود، ريحتها كتقلب المعدة، لدرجة أن الحراس فاش كيتحل الباب باش يعطيوني الماكلة كيرجعوا للور بجهد الريحة الناتنة اللي كتستقبلهم. الماكلة ما غندويش عليها دابا، حيت باقي ما لقيتش الكلمات كيفاش نعبر عليها. كانت الا صبات عندي الشتا كتبقى تقطر سيمانة كاملة، وكتولي عندي بركة ديال الماء ما كتنشفش. وفاش كيجي البرد الزنزانة كتولي بحال الثلاجة، كتموت من البرد بلا ما تحس. ما كان فيها والو غير جوج غطايات عسكريين قدام دايزين عليهم سنين، حالتهم حالة مقطعين، حداهم برياق الماء وطبسيد البلاستيك. ديك الساعة عرفت باللي انني خاصني نتحرك، خاصني نقرر دابا ونحيد من راسي اي سؤال يقدر يجرني لليأس ولا للندم. كنت داير فراسي تحدي: ما نموت وما نحماقش. وليت كنشوف الزنزانة ديالي ماشي غير حياط، ولات هي انا، هي اللي كتمثل صحابي وثقافتي وعقيدتي وكلشي. هي كل ما بقى ليا في الدنيا. عرفت باللي ما بقى ليا غير نرضى بمكتوبي ونحبس عليا هذيك الماكينه ديال علاش وكيفاش اللي كانت كتاكل ليا دماغي. ما كنكراش نحيدو ونخبيه في شي بلاصه حتى نرتاح. خاصني نتقبل الاحكام الثلاجه اللي حكمات عليا. الاول هو حكم البشر اللي قرروا يحبسوني هنا، وقررت حتى انا ما نعارضش. دخلت لدار الملك، انتهكت الحرمات عائلته وصدعت لهم راحتهم. وفي ثقافتنا كاين واحد المثال كيقول: الهاجم كيموت شرعي. وانا كنت الهاجم، يعني نموت ولا القبر كان مشروع ومنطقي، ما عندي علاش نشكي. الثاني هو حكم الله.
اللي تقبلتو كمحنة وكاختبار ولا بلوى من عند الله. الدنيا عندي ولات تجربة مجرد مختبر، كاين اللي كيعطيه الله كل شيء وكاين اللي يحرمه من كل شيء، وكل واحد فينا كيفاش كيتصرف. وانا متيقن كون عطاني الله كل شيء كنت فشلت في الاختبار دابا، كون دابا راني جينيرال شارف بكرش كبيرة كنشرب باش ننسى ولا غارق في الفساد حتى لودني. مع دخلات شهر اكتوبر البرد بدا كيجبد سنانو، الصيف اللي كان خانقنا فجأة هرب وخلى بلاصتو لواحد البرد قاسح، برد كيخترق العظام حتى للنخاع، اكثر هي الاطلس اللي كيخلي واحد يتخرقب بالرعد. طلبنا حوايج الشتا، طلبنا غير طرف ديال الثوب يغطي هاد العظام المكسوره، ولكن الجواب كان هو السكات. بالليل كنت كنطوي غطايا بحال شي لغز، كنجمعهم بحال الحزام باش نلقى غير شويه الدفء بيني وبين الارض، وكنبقى في وضعيه الجنين خايف نتحرك، خايف الا تحركت يهرب مني داك الدفء اللي جمعته من طلوع النهار. تخيل كنولي خبير في الهندسه ديال الناس غير باش نربح ساعه ديال الدفء وحدايا ريحه العفن. ريحه ولات هي الرفيق الوحيد اللي كنسلم عليه كل صباح. والما كان كيجينا كحل ريحته كتغيلف. كنا كنضحكوا فاش كنشوفوا بعضياتنا واش هذا ما ولا شربة ديال العفن، كنضحكوا ضحكه ديال اللي فقد الامل، وكنشربوا غير حيت العطش كيكون قوى من الكرامه. حياتي ولات هي 4 الخطوات لهيه 4 الخطوات لهنا، 8 الخطوات هي الدنيا ديالي كامله. كنبقى ندور بحال شي ممثل في شي فيلم صامت غير باش ما نموت واقف. ولا حسيت بقلبي غيطرطق كنبدا نصلي، كنبدا نصلي 35 صلاه في اليوم، ماشي حيت انا وليت والي، ولكن حيت هذيك هي الوسيله الوحيده اللي كترد لي التوازن باش ما نموت وباش ما نحماقش، باش نكذب على راسي ونقول انا مازال حي، انا مازال نقدر نتحرك. في الايامات الاولى في القبر لقينا ريوسنا جيران، كان لازم علينا نتعارفوا مع الجيران اللي معانا في ديك المتاهه. كنا 2 مجموعات، موشات اللي داروا النقيلب الاول والطيارين اللي داروا النقيلب الثاني ديال الافقر، وكل مجموعه مقسومه على 2 ضباط وضباط صف. بحال الحبس بغى يورينا باللي الرتب كتموت، ولكن بنادم كيبقى ديما باغي يفرق ويجمع. كل واحد فينا كان كيجرب مع الرتبه ديالو بحال الا هز خنشة الزبل. انا شخصيا تقربت من الملازم محمد شمسي، كان هو اللي شاد الريتم ديال الطيارين. ريحنا وسمعنا بعضياتنا واحد النبره ديال شكون فينا اللي غادي يطير لي عقله قبل الاخر، اتفقنا بلي هاد الصور اللي بيناتنا وهاد الحقد اللي كنخبيوه تحت لساننا بحال شي دراري صغار راه خاصو يمشي. كنا بحال شي فرقه السيرك ضايعه، الموشات كيقولوا حنا اللي حاكمين الارض، الطيارين كيقولوا حنا اللي حاكمين السما، وانا بيناتهم كنقول اخوتي راه حنا دابا في تحت الارض، واش كاين شي رتبه هنا كندفع فاش كتمشي للمرحاض. بدينا كنقربوا لبعضياتنا ماشي حيت تفاهمنا، ولكن حيت الوحده ولات قاصحه. بدينا كنحاولوا نكسروا هذيك الهيبه المصطنعه ونبنيو عالم صغير، عالم كيكفي فيه انك تسمع صوت خوك بلا ما تحس باللي قلبك مازال كيضرب. كنا كنهضروا غير بالهمس بحال الا كنخافوا الحياه تسمعونا، وكنتنافسوا في شكون اللي عنده قدره اكثر باش يغطي على الجوع بالكلمه الحلوه. كنا كنضحكوا على بعضياتنا والدمعه في العين، حيت كنا عارفين باللي كاع الرتب كذوب وكاع الطيارات كيطيحوا فاش كيسد عليك الظلام في الزنزانه. ومن حسن الحظ ديالنا كان كل واحد فينا واعي باللي التكبر في ذاك القبر هو قمه الغباء. تفاهمنا باللي شحال ما طوينا هذيك الخلافات ديال الرتب شحال ما غادي تدرخل الخيوط. درنا قانون بيناتنا،
مورا صلاة المغرب كيصوت الصمت المطبق، سكات كياكل حتى صوت النفس، ما كيهضر حتى حد حتى كيطلع النهار الا لو وقعت شي حاجه اللي ضروريه. في الصباح كنا كنتناوبوا على الكلام، كل واحد فينا كياخد النوبه ديالو كيفرغ قلبه في ديك المساحه المحدوده. في الاول كانت كتنوض بيناتنا مطايفات غير صغار، خلافات ديال الدراري، ولكن دغيا كنا كنطفيوها حيت شكون اللي عنده الجهد باش يتخاصم، شكون اللي عنده الخاطر للحق. فاش كان شي حد فينا كياخد الكلمه الباقي كان كيتصنت بجوع عجيب، كنا بحال شي غارق شاد في خيط الصوف، كنشدو في كل كلمه كتحرك داك الصوت اللي كيتسلل بين الثقوب ديال الحياط، كان هو الاكسجين ديالنا. كنا كنرسمو به احلامنا ونبنيو به قصورنا في وسط هذيك السيما، كنسمعوه كيهضر بحال كنسمعو شي سيمفونيه ديال الحياه، كنهزو ديك الكلمه ونحطوها في قلوبنا ونبقاو نتخيلوا بها الحريه، ونكذبوا بها على راسنا بلي حنا مازال بشر، وان ديك القشه الصوتيه اللي طالعه من عند خوك هي اللي كتخليك ما تطيحش في قاع ديال الياس. في داك القبر المظلم ولا الحضور ديال كل واحد فينا معنى وقيمه، ما بقيتش غير سجين محطوط في الزنزانه، وليت كنبيع الاحلام وبديت كنطلق الخيال. تحولت في لحظه الحكاواتي كنهزهم معايا في حكايات بعيده بلا طياره بلا طريق. كانت هذيك هي مساهمتي في الحياه، داكشي اللي قدرت نقدم لصحابي في وسط الضيق. بالسفر في الكلمات قدرت نرد الوجود ديالنا شان وقيمه، وليت كنشوفهم كيتنفسوا بصوتي وكيهربوا من الحيوط اللي خانقاهم. فاش كنكون كنهضر كان السجن كامل كيسكت، والقضبان كترجع غير اوهام، وتما حسيت بلي واخا نكونوا مقيدين مازال عندنا القدره باش نطير، باش نكونوا احرار على الاقل في وسط الحكايات. باقي كنعقل فاش عاودت ليهم اول حكايتي وانا في عمري 12 عام. كنمر كل نهار قدام البلديه، ديك البنايه اللي كانت كتخلعني وتبسني في دقه واحده. واحد النهار خرجت بكري من المدرسه وقلت اليوم غنستكشف هذا اللغز. بقيت غادي وكنمشي حتى طاحت عيني في واحد الدرج كيهبط لتحت في وسط الشجر، وفوق الباب مكتوبه كلمه سحريه مكتبه. حسيت بالخوف ورجعت للدار، ولكن ديك اللوحه بقات محفوره في بالي. واحد النهار جمعت شجاعتي ودخلت مغارة علي بابا. لقيت قاعه كبيره صامته مغطيه بالظلام ومصفوفه بالكتوبه اللي كانت كتبان ليا بحال شي نجوم في السما. حدا الباب كان جالس واحد الراجل كبير شيباني عندو موسطاج غليظ، كيشوف فيا بحال شي استاذ ديال القسم. تقدمت ليه وانا كنرجف، عيني طاحت على واحد الكتاب سميتو الثلج في الحداد. الاسم حسيت فيه بالسحر والحنين. هزيت الكتاب وقلت ليه بصوت باغي يبان واثق، غادي نهز هاد الكتاب. سولني عندك بطاقه ولدي؟ ما كان عندي لا بطاقه لا اشتراك لا والو، غير الشوفه ديال الحزن اللي في عيوني كانت كتهضر. شاف فيا الراجل واحد المده طويله وقرا لي الياس اللي في قلبي وقال لي سير غنطيق فيك، ونهار تسالي رجعوا لي. خرجت بحال ليله ربحت الدنيا. في ديك الليله شعلت شمعه في بيتي وقريت الكتاب حتى ساليته، خايف لا تفيق امي وتطفي لي الضو. تما فين تلدغت بواحد الجرثومه كسميوها القراءه، ومن تما وليت كنلتهم الكتوبه التهام، لا اشتراك لا بطاقه، غير الثقه اللي كانت بيني وبين هذاك الراجل اللي كان هو حارس احلامي. وهنا انا دابا محبوس في زنزانتي، ولكن لقيت راسي وليت كنعاود داكشي اللي قريت. ما بقاش كيعذبني الحبس. كل ليله كندير رحله في ذاكره الماضي ديالي وكنعاود لصحابي، كنمسح الكتوبه اللي في دماغي من الغبره، كنرجع للسينما الحومه ونسمع صوت الحضانه. فاش كيطلع الصباح كنبدا نعاود لصحابي السجناء داكشي اللي طرا في الليل.
كنشوفهم كيتعلقوا بالصوتي وكيشربوا كل كلمة كنقولها، بحال صوتي هو الرابط الوحيد اللي باقي كيربطهم بالحياة وبالإنسانية اللي بغاو يمحيوها لينا ورا هاد الحيوط. هنا غيسالي الجزء الثاني. القصة باقا طويلة وباقي فيها بزاف ما يتعاود. نشوفكم البارتي الثالثة.